السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفة من الوصفات السهلة والسريعة. طبعا الاسعار بقت نار، فعايزين نعمل حاجة بقى موفرة كده، اكلة سهلة وسريعة وبسيطة. هنعمل المسقعة بطريقة سهلة وبسيطة وبالطريقة الأصلية. ان شاء الله تعجبك من غير بقى بطاطس ومن غير اي اضافات، بالطريقة الأصلية بتاعتها، وتعمليها في ثواني، وفي نفس الوقت توفر معاكي كوجبه كده مع الغداء او مع اي حاجه. هتوفر علينا. وكمان البتنجان زي ما قلنا كله غذاء. هنعملها بقى مع بعض. اول حاجه معايا كده البتنجان، بدات بيه على طول اهوت عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهوت بتبداي بقى حطيت كميه اهيت في الاول قرنين كده من الشطه عشان يدوها طعم حلو. ممكن تكتري كميه الشطه لو انت بتحبيها، هتكتري الكميه كمان وتضعفيها. ونبدا بقى نحط البتنجان كده ونعمله، لانه بيتحط على طول على الطماطم، ما بيستناش لما الطماطم تتسبك عشان ما تتعبش معايا. اهو زي ما احنا شايفين بيبقى لونه ابيض شويه، مش لونه غامق زي ما بتعمليه محمر. ونبدا بقى في الطاسه الثانيه كده على النار، حطيت معلقه من الزيت وفص كده بس من الثوم المهروس، مش اكتر من كده. ما بنكترش كميه الثوم برده عشان ما تتعبش معايا. هي دي الطريقه الاصليه للمسقعه بتاعتنا زي ما متعودين عندنا اهوت. نبدا بقى كده اول ما التومه ريحتها تطلع، ما بنحمرهاش جامد، لا يا دوب بس ريحتها تطلع معانا. ونبدا نحط عليها الطماطم المبشوره بتاعتنا او طماطم تضربها في الخلاط. زي ما احنا شايفين التومه اهوت بدا ريحته تطلع معانا. ممكن في المرحله ديت تحطي رشه الكزبره الناشفه اللي احنا هنحطها مع الطماطم، لا ممكن نحطها في المرحله دي عشان ريحتها تطلع معانا اهي زي ما احنا شايفين. وعلى طول اول ما ريحتها تطلع ننزل طماطمتين او 3 على حسب كميه البتنجان اللي انت عاملاه اهو، ومعاهم حوالي ربع كوبايه كده من الميه عشان البتنجان يستوي فيها. يعني احنا حطينا الطماطم اهيت ومعاها نص كوبايه او ربع كوبايه من الميه على حسب كميه البتنجان، وحطينا الثوم والكزبره. نبدا بقى نحط رشه كده من الكمون والملح على حسب برده كميه البتنجان. بتبداي تظبطي الملح بتاعها زي ما احنا شايفين كده، يعني ما بتاخدش غير ملح وكمون والكزبره، هو دوت الاساس فيها، والثوم والطماطم. في ناس بقى بتحط الخل، انا ما بحبش اسوي الخل على النار طبعا بيبقى غلط. بستنى المرحله الاخيره خالص وابدا احط بس نص معلقه كده من الخل تديها الطعم بتاع الخل في الوصفه بتاعتنا. ما بحبش احط الخل في الاول لان طبعا الخل ما بيستويش على النار. زي ما احنا شايفين على طول قبل ما تتسبك معانا، قبل تبدا في الغليان، بننزل بكميه البتنجان اللي احنا سويناها بالاول على طول. وزي ما احنا شايفين ما بنغمقش اللون ولا اي حاجه. تبداي تحطي على طول كده وتهدي عليها، وكل ما تحتاج شويه ميه تديها لحد ما البتنجان تحس انه دب معاكي خالص كده واستوى معانا في خليط الطماطم والثوم زي ما احنا شايفين كده. هعمل بقى كل كميه البتنجان على طول كده، يكون البتنجان عندك شغال، وممكن تعمليه كمان من قبل ما تعملي الطماطم، وتبداي تحطيه على طول يبقى جاهز معاكي لحد ما تستوي معانا. واوريكم الشكل النهائي، ما بتاخدش ثواني، بتبقى جاهزه معاكي. اكله سهله وسريعه واقتصاديه وموفره كمان. هخلص بقى كل الكميه واحط كل البتنجان ويستوي معايا، واوريكم الشكل النهائي بتاعنا بتقدميه ازاي. زي ما احنا شايفين ادي المسقعه بتاعتها اهي، زي ما احنا شايفين ما شاء الله. ادي اللون بتاعها، وزي ما قلنا بتبشروا الطماطم كده بتبقى طعمها احلى. وكمان حطيت معلقه الخل في الاخر، ما بنحطهاش تستوي على النار. بتقدميها بقى جنب العيش الشامي او العيش المحمص كده في الفرن، او ممكن تقدميها زي ما عملنا قبل كده مع بعض خبز اللي هو التوم، خبز التوم بالبصل الاخضر كده، طعمه مميز وجميل. ان شاء الله هنزل لكم الوصفه على القناه. خبز فعلا مميز وسهل، بتعمليه بالميه وبالتوم وبالبصل، مفيش اكتر من كده. وطعمه وريحه البصل مع المسقعه فعلا هتبقى جميله جدا، وكمان اقتصاديه. هتعمليه بكوبايه دقيق مع حوالي ربع كيلو بس من البتنجان، هتكفيك ان شاء الله غدوه انت وولادك وتكفي عيله. وان شاء الله يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.